أصبح ملعب طنجة الدولي جاهزا لاستقبال كأس العالم للأندية التي ستقام في المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 1 و 11 فبراير. وتم تركيب الكراسي في الجهة الشمالية والجنوبية للملعب، وهما الجهتان اللتان تم استكمال بناؤهما مؤخرا بعد انتقادات من طرف الجماهير. ويرتقب أن تنتهي الأشغال نهائيا ويسلم الملعب للفريق غدا 20 يناير الجاري، قبل 10 أيام من انطلاق بطولة مونديال الأندية. وقد كشف الاتحاد الدولي كرة القدم فيفا عن الملعب الذي سيخوض فيه الوداد الرياضي المغربي مبارياته في كأس العالم للأندية التي ستقام بالمغرب في الفترة الممتدة ما بين فاتح فبراير المقبل إلى غاية 11 منه. وسيواجه الوداد الرياضي نظيره الهلال السعودي يوم السبت 4 فبراير المقبل على أرضية مركب مولاي عبد الله بالرباط، بداية من الساعة 3:30 زوائل، لحساب ربع نهائي كأس العالم للأندية. وفي حالة تأهل سيرحل الوداد إلى طنجة لملاقاة فلامينغو البرازيلي في نصف النهائي يوم الثلاثاء 7 فبراير المقبل على أرضية ملعب طنجة الكبير، بداية من الساعة 8 مساء.